بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات يا عسلات، عاملين ايه؟ انا جاي لكم النهارده في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. النهارده بقى احنا هنعمل ايه؟ كفتة الرز. وهقول لكم بقى على حاجة كده. انا كنت جايبه كفتة الرز دي جاهزة. انا بشتري كل حاجة جاهزة يا حبايبي، يعني بشتري كفتة الرز جاهزة، كفتة الحاتي جاهزة. انا عندي هنا حواليا مفيش الحاجات دي، فبنزل لما بنزل عند ماما بشتري كل الحاجات دي من هناك. انا عندي هنا بصوا الكفتة دي، انا كنت جايبة كيلو وعملت منه مرة وطلعت ايه طرية خالص مني. فقلت اعالج بقى ده ازاي؟ فجبت النص كيلو التاني دولت، رحت جايبه ايه بتاع 3 معالق رز. هي المفروض بيتحط عليها دقيق، دقيق رز. انا مش عندي، فقمت جايبه 3 معالق رز ورحت ايه طحناهم في المطحنه اللي هي بتاعه اللي هي بتاعه التوابل. المطحنه دي رحت طحنه فيها الرز. بصراحه طلع ناعم وطلع زي الدقيق بالظبط. وايه وحطيته عليها وقلبته فيها كده، عجنته فيها تاني. طلعت معايا ناشفة وايه واتظبطت بصراحة. هي كانت معايا طرية جدا جدا. فلما حطيت بقى عليها شوية الرز دولت، حاولوا يعني مسكت معايا ومسكت معايا حلو يعني بصراحة. هنا بقى كنت ايه بعمل التسبيكة بتاعتها. هنا بصلاية كده وحطيتها في شوية زيت على النار. ورحت ايه مولعة عليها كده تحمر معايا سيكة كده صغيرة. وبعد كده بقوم ايه حط عليها الطماطم. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انا حطيت البصلة تتقلب كده في شوية زيت، ولحد ما تاخد بس ايه لون خفيف كده. يعني لون مش نسيبها تحمر قوي عشان ما تغيرش الطعم واللون. هنا الطماطم اهي ضربتها في الخلاط، وال والبصلة هنا ابتدت تاخد مني لون كده. جبت قرن فلفل احمر. انا مش بقطعه كله، انا باخد يا جماعة القرن دوت بقطع منه حتة صغننة واشيله في التلاجة، مش بيجراله اي حاجة. كل ما اجي اعمل حاجة اخد منه ايه حتة كده صغننة، عشان خاطر بس ايه بيدي طعم كده ولون. بيدي طعم جميل بصراحة، وبيدي لون كمان للأكل. هنا بصوا زي ما انتوا شايفين قلبتها كده ايه تقلبتين تلاتة مع الفلفل، البصلاية مع الفلفل. وايه وبعد كده نزلت بعصير الطماطم. هنا ده عصير طماطم عادي خالص، بس انا بحط معاه ايه بنجرايه. زي ما انتم متعودين انا ايه بحط مع الطماطم بنجر، عشان بتديها لون وفي نفس الوقت بتديها فايدة ايه ليا ولولادي وكده. بس هنا حطيت بقى اللي هي الطماطم اهي. حيقتها بقى بشوية ملح وشوية كمون و... وبس. مش بحط عليها توابل كتير خالص. هنا حطيت حبة سكر، عشان السكر ده بيعادل ايه الحموضة بتاعت الطماطم و... وبس دول شوية فلفل اسود وخلاص كده. واغطي عليها واسيبها ايه تتسبك. بعد ما تتسبك بقى نكون ايه قلينا نقلي الكفتة في الزيت. هنصبع بقى دلوقتي الكفتة وبعد كده ايه نقليها في الزيت ونحطها فيها. بصوا الكفتة بصوا الكفتة بقت قوامها جميل. انا سبتها ايه تعمل شوية كده، تمسك في بعضها شوية. هنا بقى شوية زيت كده صغننين، عشان ما نهدرش الزيت برضه شوية زيت صغننين ونصبع بيهم الكفتة. بصوا هنا اهو الكفتة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا قوامها بقى جميل. لما كنت باجي اعملها كده بلاقيها ايه بتعجن في ايدي وتقعد تلزق في ايدي خالص، حتى لو انا دهنه زيت. كنت بدهن زيت كتير قوي في ايدي وبرضه بتفضل معجنه كده مني وتفضل ملزقه في ايدي خالص. لما حطيت بقى عليها شويه الدقيق الرز دولت خلاها بقت جميله. مش دقيق رز، انا ما عنديش دقيق رز، انا حطيت الرز عملته دقيق.
انت لو عندك دقيق رز حطي دقيق رز عادي، ما عندكيش اعملي زي ما انا عملت كده. جبت 3 معالق رز ورحت ضربهم في الكبة اللي هي بتاعه الكمون والفلفل وكده، اللي انت بتطحني فيها التوابل بتاعتك، وحطيهم عليها. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بعملها بقى شوية كور كده عشان ولادي بيحبوها كور كده وصوابع. بصوا دول نص كيلو، طالعين معايا كمية حلوة بصراحة. الكمية دي قعدت معايا يومين ناكل فيها. هنا الطاسة بتاعتي اهي، ده بقيت الزيت عشان ما نرموهوش، بقيت الزيت. وبعد كده بكمل بقى ايه، زيت من الازازة عادي. انا حطيت الزيت اللي هو اللي انا كنت بعمل فيه عشان ما نرموهوش خسارة. وبعد كده بقوم حاطه بقى ايه، بكمل الطاسة بالزيت من الازازة عادي. وهنقلي بقى دلوقتي الكفتة. هنا الصلصة زي ما هي على النار اهي، والكفتة بقى هنقليها. بصوا لما تيجوا تقلوا الكفتة لازم تقلوها وتاخد معاكي لون، لون حلو. يعني ما تطلعهاش بيضة او تقولي لونها لازم يبقى فاتح، لا، انا بعملها لازم لونها يبقى غامق شوية. هنا برضو بطاطساية، عملت بطاطسايتين كده قشرتهم وحطيتهم، قلت قبل ما الزيت ايه يغمق او ياخد لون، فقلت اعمل البطاطساية دي الاول. بصوا البطاطساية دي، دول بطاطسايتين كده قطعتهم مكعبات. انا ولادي بيحبوا البتاع ده البطاطس في الكفتة. وبعدين البطاطس الايام دي بصراحة حلوة فايه، ورخيصة، فبدخلها في كل الاكل بصراحة. في الكفتة دي، في الكفتة اللي هي الحياتي، في الكفتة، في كل انواع الكفتة بدخل بطاطس. هنا كانت الصلصة هي اتسبكت ايه، يعني خلاص اتسبكت، فحطيت بقى عليها ايه، البطاطس كمان تاخد ايه من طعم الصلصة. بصوا قلبتها كده تقليبة وايه، وغطيها واسيبها. ونكمل بقى ايه، نقلي الكفتة في الزيت. انا قلت اعمل البطاطس الاول عشان ايه، الزيت لو غمق او كده تبقى البطاطس ما غمقتش. اهو زي ما انتوا شايفين كده، نقلي بقى الكفتة. ولازم نخليها تاخد لون حلو، يعني لازم تاخد لون غامق شوية، ما بتبقاش فاتحة. لو فاتحة هتلاقيها اتهرت منك في الصلصة. لازم تبقى ايه، لونها غامق شوية. هتشوفوا برضو اللون دوت معايا دلوقتي في الفيديو. هنا اهو حطيت بقى الكفتة كلها واسيبها تاخد لون، وما نفضلش نقلب فيها كل شوية عشان ايه، ما تتهريش منك او تتكسر او كده. نسيبها لحد ما تاخد اللون وبعد كده ايه نطلعها. هنا جبت الطبق بتاعي اهو اللي انا هطلع فيه. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو بنقلبها. انا مش حاطه زيت كتير، انتي لو عايزه تحطي زيت كتير حطي زيت كتير وما تقلبيهاش، يعني تحطي الزيت كتير لحد ما هي تاخد لون ايه، من فوق ومن تحت. هنا الكفتة دي كانت مضايقاني، كنت خلاص قربت احط ايدي في الزيت عشان اعرف اعدلها. في الاخر سبتها بقى، قلت خليها بقى تحمر لوحدها. بس زي ما انتوا شايفين كده، بصوا اللون. هتشوفوا برضو اللون لما اجي اطلعها، تشوفوا لونها لازم يبقى ايه، غامق شوية، ما تبقاش فاتحة. لو فاتحة هتطرى منك خالص في البتاع ده، في الصلصة. ومعلومة كمان، بعد ما تقليها ما تحطهاش في الصلصة وتفضلي تغلي فيها، لا، احنا بنحطها قبل الاكل على طول. نحطها يا دوبك تغلي غلوة كده او غلوتين مع الصلصة، ونطلعها على طول عشان خاطر ايه، ما تتهريش ولا تعمل منك تترى. ولا ما بتشرب من الصلصة دي بتترى كده، بتبقى مش حلوة بصراحة. لكن طول ما هي ناشفة كده بتبقى جميلة. بصوا اللون بقى اللي هي خدته، بصوا اللون لون غامق ازاي، هو ده اللون الصح. لكن لو طلعتيها افتح من كده هتلاقيها معاكي ايه، فتحت معاكي طريت معاكي خالص في البتاع ده، في الصلصة. هنا هي خلاص قليت اول طاسة اهي، ودي تاني طاسة. وبصوا لونها، بصوا اللون، شايفين اللون جميل ازاي. هو لازم اللون دوت يبقى غامق كده،
ما بنطلعهاش فاتحة خالص. بس ما تنسونيش بالاشتراك يا حبايب قلبي واللايك بتاعكم. بستنى كومنتاتكم كلها، بستنى كومنتاتكم وبقعد اقراها وببقى فرحانة بيها، بتدعموني. شكرا لكم كلكم يا حبايب قلبي، وبشكر كل متابعيني الجداد. ربنا يبارك لكم ان شاء الله ويكبر بخاطركم زي ما انتوا بتكبروا بخاطري كده يا رب. كل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم عليكم ان شاء الله. ينعاد عليكم بألف خير ان شاء الله. هفضل اقول لكم كده من اول يوم في رمضان لاخر يوم في رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. بس هنا بقى الكور اهي، اللي هي انا ايسل بتقول عليها الكورة، فانا بقول زيها الكور الصغننة اهي. بس نطلعها بقى. اللي وقع مني على البوتاجاز دوت انا هشيله دلوقتي. بس هنا عشان الطبق كانت ملا. آه آه بس كده اهو. طلعتها كده بقت الكفتة كلها. بصوا لونها، شايفين اللون ايه؟ لون غامق كده. والصلصة اهي، البطاطس كده خدت من طعم الصلصة. وبعد كده بقى بحط الكفتة تتقلب بس معاه تقليبة وتاخد لون وخلاص. بس كده. وهنا كنت عملت الرز، وقبل الفطار على طول عملت الرز، والف هنا وشفا بقى على اللي كل. بس الرز بتاعي رز بشعرية، رز جميل بصراحة. وكان استوى طفيت عليه. وهنا بقى الاكل بتاعي كنت عامله لهم حبة عصير مانجا، وعمار لازم تمر، وحطيت له عمار كوباية التمر. وهنا بقى شوية لفت كده. وبصوا بصوا الكفتة قوامها، بصوا ناشفة. بصوا مش طرية خالص. بصوا ناشفة وجميلة ازاي، ناشفة وجميلة عشان انا ما بسيبهاش تتهري في البتاع ده. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.